تنسيقات العيد. احنا من فتره عملنا لكم فيديو مشتريات العيد وقلنا لكم ان اللبس عمره ما هيبان واحنا ماسكينه كده، فقررنا النهارده نعمل لكم تنسيقات العيد عشان تشوفوا شكل اللبس واحنا لابسينه. والنهارده مش هنلبس لكم اللبس بس، احنا كمان هنعمل لكم كذا ستايل مختلف، يعني هنوريكم ازاي كمان تقدروا ان انتوا تلبسوا اللبس ده مع اكتر من حاجه مختلفه واكتر من ستايل مختلف. فيلا بينا نبدا. يلا. اول حاجه لبست الفستان الجينز الخطير ده اللي انا حاساه كاجوال جدا وعملي، ولبست معاه الحزام السيلفر اللي تفاصيله تجنن، وشمرت الكم كده عشان يديله شكل، ولبست اكسسوارز خفيفه ومعاه كوتشي ابيض. بالنسبه للشنطه، فاحلى حاجه في الفستان ده انه بيليق معاه اكتر من شنطه، فجربته الاول مع الشنطه النبيتي وبرده فيها سيلفر، فكانت يعني لايقه كده مع الموضوع وحسيت شكلها حلو قوي. وقلت برده اجرب الشنطه التانية اللي هي بني غامق في جملي، لبستها كروس وبعد كده شلت الحزام بتاع الشنطه ومسكتها كده في ايدي، كيوت جدا برده وشكلها حلو قوي. والشنطه دي حسيتها كاجوال اكتر، فقولوا لي انهي شنطه عجبتكم اكتر مع الفستان. وانا حبيت ابدا لكم بالسوت الخطيره العمليه جدا دي، ولبستها لكم حرفيا ب 3000 طريقه. اول طريقه هي ان انا اسيب السوت مفتوحه عادي. هي السوت لونها زيتي بس هي باينه في الكاميرا لونها مختلف شويه، بس هي لونها زيتي يا جماعه. فاولا لبستها مفتوحه ولبست تحتها توب ابيض مع شنطه كده بيج وكوتشي ابيض. حسيت الاوتفيت بجد شكله تحفه. وبرده جربتها وهي مقفوله، عجبني شكلها جدا جدا. وحسيت يعني اللي هو عارفين البنت اللي هي بتدخل تلبس كده في 5 دقايق ومش بتاخد وقت وبتطلع في نفس الوقت شيك ولابسه لبس حلو. فحسيت السوت دي كده عمليه وسريعه كده ومنجزه، وتنفع قوي للمشاوير اللي هي السريعه كده او اللي هي يعني بتكونوا محتاجين فيها لبس مريح. وبرده جربت بقى ان انا البس البنطلون لوحده فلبسته مع الجاكيت الجينز ده. بس صراحه مش عارفه البس عليه شنطه ايه، اقترحوا عليا في الكومنتات لاني صراحه احترت جدا في الاوتفيت ده. وبرده من اكتر اللونين اللي انا بحبهم مع بعض الزيتي مع الابيض. فبرده لبست كده شميز ولبست معاه البنطلون بتاع السوت مع شنطه بيج، وبجد برده شكلهم حلو قوي. زي ما قلت لكم انا بحب الميكس ده جدا، وكمان لما بندخل معاه البيج بيبقى حلو قوي. والاوتفيت ده انا مش عارفه اوصفه بايه من كتر ما هو بجد لذيذ قوي. لبست البنطلون الفاتح ده مع الشميز بتاع السوت، وتحتيهم طب ابيض ومعاهم الشنطه البيضه، وبرده شكلهم حلو قوي. وحسيت بقى صراحه ما ينفعش ان انا اعدي اللون الزيتي من غير ما البسه مع البنطلون الابيض، لان زي ما قلت لكم بحب الميكس ده جدا مع بعض. وتاني اوتفيت ليا وهو الشميز الابيض الاوفر سايز ومعاه البنطلون الجينز الفاتح والكوتشي الابيض والشنطه النبيتي اللي انا متيمه بيها وممكن البسها في اي وقت وفي كل وقت. واحلى حاجه عجبتني في الاوتفيت ده ان هو قابل ان احنا نحط اكسسوارز كتير زي ما احنا عايزين، هتديله شكل حلو جدا. ورغم ان الاوتفيت بسيط بس بيبان شكله شيك جدا، فانا اطلقت عليه لقب اجمل واحده من غير مجهود، اللي هو بسيط بس في نفس الوقت حلو جدا. ندخل بقى على الفستان اللي اول لما لبسته حسيت ان انا طفله في ثالثه ابتدائي بجد بالفيونكه اللي انا حطاها دي، بس بجد حسيتني كده باجواء كيوت كده وطفوليه. فانا لبست الفستان ولبست تحتيه توب ابيض كده بنص كم مع الكوتشي الابيض، وحطيت الفيونكه دي لان هي طلعت نفس لون الفستان بالظبط، فبجد شكلها حلو قوي قوي. برده ممكن نلبس الفستان بطريقه تانية بدل التوب الابيض، ان احنا نلبس عليه الجاكيت الجينز القصير، وانا اساسا كنت جايباه علشان كده من الاول، بس انا قلت اجربه على التوب وصراحه الاثنين عجبوني يعني. واحلى حاجه ان ده مود وده مود تاني خالص، فمن فستان واحد بس قدرنا ان احنا نلبسه بطريقتين مختلفتين تماما، والاتنين طلعوا شكلهم حلو جدا. الاوتفيت ده بقى حسيته مختلف شويه عن شخصيتي في الطبيعه، انا بحب الكوتشي والبناطيل الجينز والحاجات دي، بس المره دي لبست بنطلون كلاسيك كده شويه ومعاه كعب والشنطه وطبعا البلوزه الستان اللي هي نجمه الاوتفيت. حسيت الاوتفيت ده كده شيك وراقي في نفسه شويه، محتاج حاجه مهمه ان يعني محتاج خروجه مهمه ان انا اخرجها. وبرده جربت لكم الشنطه لما البس السلسله بتاعتها، والاتنين صراحه كان شكلهم خطير. الاوتفيت اللي بعده هو البلوزه الخضراء العسوله جدا دي، ستايلها مختلف تماما، والحركه اللي في الكم دي عجبتني قوي. وكمان اتفاجئت لما افتكرت ان انا عندي شنطه خضراء، فقلت لما البسهم كده مع بعض هيكون شكلهم بصراحه تحفه. والاوتفيت ده حسيته انا قوي، يعني بحب انا الاوتفيتس اللي من النوع ده جدا، اللي هي بتبقى ملونه كده وتحسوا ان انا يعني رايحه الحديقه، فاهمين؟ هي دي. الاوتفيت اللي بعد كده حسيت ان انا السنه دي بحب الشميزات قوي، فجبت شميز تاني لونه ابيض بس فيه خطوط بيبي بلو، حسيت شكله حلو قوي مع البنطلون الجينز الفاتح، وعملت ضفيره ومعاه شنطه بيضه كده. حسيت الاوتفيت ده برضو عملي جدا جدا وسريع جدا 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 وشكله لذيذ قوي. نيجي بقى لاخر قطعه ليا، ودي اكتر حاجه انا متحمسه لها طول الفيديو، ختامها مسك، وهي العبايه الفراشه، او في ناس بتقول عليه فستان فراشه او ايا يكن. شوفوا شكله شيك ازاي في اللبس، هو بيتربط كده فشكله حلو قوي وخامته ستان خفيف، ممكن تلبسوه في العيد او في رمضان، ولبست معاه صندل ابيض، فقولوا لي برده رايكم فيها. انا العبايه بتاعتي مكونه من قطعتين، اول قطعه هي البيزك دريس اللي هو بيكون كات وفي حزام بيتربط كده بطريقه معينه، وبعدين بقى بلبس عليه العبايه المفتوحه. واحلى حاجه بجد ان هما الاتنين نفس اللون، فتحسوا شكلهم كده حلوين قوي مع بعض، وكمان التفصيله اللي على الكم دي شكلها حلو جدا جدا.
وحبينا بقى نوريكم شكل العبايتين كده مع بعض عشان حسينا شكلهم مع بعض كيوت جدا. انا لما شفتنا بيهم حسيت ان احنا جايين من الخليج بصراحه. وبكده وريناكم كل قطعه في لبس العيد، وريناكم ازاي نلبسها باكتر من طريقه. نتمنى ان كل التنسيقات تكون عجبتكم، ولو حد عنده اي راي في اي حاجه عايزنا نجربها يقول لنا تحت في الكومنتات. وبس ده كده كان فيديو النهارده، نتمنى ان هو يكون عجبكم. لو عجبكم ما تنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس، وكل سنه وانتم طيبين. وبس باي.